هي شعراية واحدة بتفرق ما بين الراجل البار بأمه وابن أمه. فهمتيني طبعا. الولد وهو صغير بيتعلق بمامته جدا وبيغير عليها حتى من باباه، وده بيخلص وقت الطفولة وسماه فرويد عقدة أوديب. لكن في مجتمعنا أحيانا العقد بتكمل وبتعمل لنا مشاكل تانية، وده اللي اتكلم عنه دكاترة مصريين وقالوا إن ساعات الابن بيكبر وبتفضل مامته المسؤول الأول والأخير عن حياته، وبعد ما يبقى راجل ومسؤول كمان حتى لو هيجي على بيته ومراته عشانها، وللأسف بيتقال عليه ساعتها ابنه. وقالوا السبب ورا ده هو غياب الأب عن الأولاد في وقت المراهقة، فالأم ساعتها ممكن تكون لنا نوعين من الرجالة: المنفوخ على الفاضي اللي ماما مدلعاه ومحسساه إنه راجلهم وكنز نادر الوجود، أو منعدم الشخصية اللي ماما كبتاه وما يقدرش ياخد أي قرار في حياته من غيرها. في الحالتين بتكون علاقة الأم بالابن علاقة مش صحية، لأن الابن عمره ما هيكون بديل لزوجها ولا المسؤول عنها، ولا هي المفروض تكون مسؤولة عن كل حياته. بالنسبة لك أنت بقى كابن، في شعراية حرفيا ما بين انك بتراضيها وبتحترمها وبتقدرها، وبين انك سايب لها مفاتيح حياتك هي المتحكمة فيها بشكل كامل. فلو حسيت ان عندك المشكلة دي ومأثرة عليك وعلى حياتك، فحاول تحلها وقول يلا نفسي.